تخيل معايا بلي جيبك كاين فيه كنز كبر من اي جامعه في العالم، ولكن الاغلبيه كيستعملوا غير في السكرول والضحك. المعلومه اليوم ولات فابور، والفرق بينك وبين الشخص اللي وصل هو التعلم الذاتي. اليوم غنعطيك خطوات عمليه باش تبدا تعلم اي مهاره من الزيرو وتولي محترف فيها. علاش كنفشلوا؟ بزاف منا كيبغي يبدا ولكن كيتلف وسط كثرة المصادر. اولا كيبدا السيمانه الاولى محمس، من بعد كيطفى. السر ماشي في الموهبه، السر في السيستيم اللي غتخدم به. ها هما 4 ديال الخطوات غيغيروا لك طريقتك في التعلم. حدد شنو وعلاش. ما تحاولش تتعلم كلشي دقه واحده، اختار مهاره واحده وسول راسك علاش بغيتي تتعلمها، حيت هاد علاش هي اللي غتخليك صامد ملي غيطلع لك. الخطوه الثانيه قاعده 20 دقيقه. ما تبداش بساعتين في اليوم، هتعيا. بدا غير ب 20 دقيقه يوميا. المهم هو الاستمراريه. دماغك كيبغي التكرار ماشي الكثره. تعلم وعلم غيرك. التعلم الحقيقي كيكون ملي كتطبق بيديك. قريتي شي حاجه جربها ديك الساعه، ولا قدرتي تشرحها لشي صاحبك تما غتتاكد بلي فهمتيها مزيان. التعلم الذاتي هو مهارة رقم 1 في العصر. ما تستناش شي حد يعطيك ديبلوم، بدا كتعلم في راسك وباللي عندك. وقول لي في التعليقات شنو هي المهارة اللي باغي تبدا فيها من غدا. ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع اصحابك اللي ديما كيقولوا بغيت نبدا وما عرفتش فاين. كان معكم اسامه امبروف. تهلاو.